فيديو جديد على قناة أزفي سبور لأخبار كرة القدم. للتوصل بجديد الأخبار الرياضية اشترك وفعل زر الجرس ومباشرة إلى التفاصيل. في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الوداد الرياضي أكد رمزي بالقول: جئنا لبريطوريا من أجل تشريف الكرة المغربية وأن ننافس على أول لقب مع الوداد وأن نستمر فيما نحققه وتحققه الكرة المغربية، واللاعبون يدركون ما ينتظرهم في المباراة. الحمد لله نحن في كامل الجاهزية لهذه المباراة. وأضاف رمزي: الحمد لله أن فريقنا بدأ يكبر بسرعة فائقة، وهذا يعود لجودة اللاعبين الذين نتوفر عليهم، والحقيقة إنهم يستحقون التتويج باللقب الإفريقي وسيكون ذلك رائعا. وحول الغيابات قال: أرى أن البوادر جيدة، نحن في بداية الموسم والدوري الإفريقي سيوضح لنا المسار الحقيقي للفريق، وأقول لكم بأننا نحن في الطريق الصحيح. أما على مستوى الغيابات سيغيب جبران بسبب إنذارين، ونحن نؤمن بالمجموعة وليس باللعب، وإن شاء الله سنكون في الموعد. يشار إلى أن المباراة ستنطلق يوم الأحد القادم بداية من الساعة 2 بالتوقيت المغربي. وانتصر الوداد هنا على ماميلودي ساندونز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1. كشف زكريا أدراوي لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم الجمعة عن طموحاته مع الفريق خلال البطولات التي يشارك فيها، وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي يوم الأحد أمام صندونز الجنوب إفريقي. وقال أدراوي: أرغب في كتابة التاريخ رفقة بقية زملائي، نحن الممثل المتبقي من أندية شمال إفريقيا، وبلوغنا هذا النهائي يضعنا على مسارف التاريخ لأنها النسخة الأولى. وأضاف: يهمنا كثيرا أن نتوج بهذه البطولة بعد مشوار رائع ومباريات أكدت أننا الطرف الأفضل. وتابع: نحترم المنافس ونقدر أنه يلعب كرة قدم رائعة وصعب داخل ملعبه، لكننا متسلحون بأفضلية الذهاب، وهذا أمر مهم. وأكمل: سعيد جدا باللعب لهذا النادي وانضمامي له، مثل لي الكثير. سأكون أسعد لو حالفني الحظ وتوجت بأول لقب قاري معه، خصوصا هذه البطولة، لأننا بهذا سنكتب التاريخ. يستعد نادي الوداد الرياضي لكرة القدم للقاء حاسم ينتظره يوم الأحد أمام ماميلودي ساندونز الجنوب إفريقي برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى. وقرر مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم عادل رمزي الاعتماد على اللاعب أسامة محروس لتعويض غياب القائد يحيى جبران في مباراة الإياب أمام ماميلودي ساندونز. وكان جبران قد حصل على الإنذار الثاني له في مباراة الذهاب، مما سيحرمه من المشاركة في مباراة الإياب. وكان رمزي يفاضل بين اللاعبين أنس سرغات وأسامة محروس، لكنه قرر في النهاية الاعتماد على محروس، والذي كان قد انضم لفريق الوداد الرياضي في فترة انتقالات الصيفية الماضية. تحدث يحيى عطية الله لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن مواجهة مضيفه ماميلودي ساندونز الجنوب إفريقي الأحد المقبل في إياب نهائي الدوري الإفريقي. واستقر عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي على منح عطية الله سارة القيادة مكان يحيى جبران الغائب بسبب الإيقاف، علما بأن الوداد الرياضي حسم موقعة الذهاب ب2-1 بالمغرب. وقال عطية الله في تصريح تلفزيوني: الأمور واضحة، جئنا هنا من أجل تشريف النادي والكرة المغربية والدفاع عن مكسب مباراة الذهاب. وأضاف: معنوياتنا مرتفعة وتحضيراتنا كانت مثالية، والأجواء المخيمة على الفريق رائعة جدا، لذلك حماسنا حاضر كي نقاتل على هذا اللقب ونعود به للدار البيضاء ونحتفل مع أنصارنا وأعدهم بالقتالية. وختم: المباراة لن تكون سهلة، لا يمكن أن نمحي المنافس القوي من حساباتنا، لديهم مجموعة تلعب كرة القدم رائعة وتدعمهم جماهير، لكن ما يهمنا هو وضعنا وتحسباتنا، لذلك نحن متفائلون بالتتويج.
أكد أنيس ساغو طبيب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أن جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة ماميلودي ساندونس بجنوب إفريقيا برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي. وقال ساغو في تصريح صحفي: كل اللاعبين جاهزين بمن فيهم منتصر الحتيمي الذي كان يعاني من كدمة في القدم. وأضاف المتحدث ذاته: الحمد لله هناك تطور إيجابي لحالة الحتيمي بعدما تعافى كليا من الإصابة وبات جاهزا للمباراة يوم الأحد القادم. وأكمل: المهاجم الشرقي البحري كان قد أصيب بتمدد عضلي لكنه الآن تعافى بشكل كامل من الإصابة وأصبح متاحا للمشاركة في المباراة النهائية. يشار إلى أن الوداد الرياضي سيحل ضيفا على ماميلودي ساندونس الجنوب إفريقي يوم الأحد انطلاقا من الساعة 8 ظهرا بالتوقيت المغربي على أرضية لوفتوس فيرسفيلد. عين الكاف الكونغولي جون زاك ندالا لإدارة إياب نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى بين الوداد الرياضي وماميلودي ساندونس الجنوب إفريقي. وأثار تعيين الحكم المذكور مخاوف المكتب المسير لفريق الوداد وجماهيره، خصوصا وأنه سبق وحرم الوداد من 3 ضربات جزاء ضد نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري الأبطال السيء الذي دفع الوداد حينها لتقديم شكاية في الموضوع. وسبق للحكم الكونغولي كذلك أن قام بإدارة مباراة الوداد ضد الفريق النيجيري لوبي ستارز عام 2019. وستكون جميع الأنظار موجهة على الطاقم التحكيمي الذي سيقود إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وماميلودي ساندونس الجنوب إفريقي يوم الأحد القادم بملعب بريطوريا، حيث من المنتظر أن يحضر المباراة كل من رئيس الفيفا ورئيس الكاف إضافة لرئيسي الوداد وماميلودي ساندونس وشخصيات رئيسية رياضية كبرى. وكان ممثل المغرب الوداد الرياضي قد فاز ذهابا ب2-1، غير أنه سيلعب مباراة الإياب بغيابات هامة على رأسها العميد يحيى زبران ومنتصر الحتيمي مسجل الهدف الأول في مباراة الذهاب، غير أن الحتيمي قد يحضر المباراة كونه مستعد لها. أكد رولاني موكوينا مدرب ماميلودي ساندونس الجنوب أفريقي لكرة القدم أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يستحق التتويج بلقب دوري السوبر الإفريقي وكذلك فريقه. وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة النهائية بين الوداد وماميلودي ساندونس: النهائي سيكون مميز بين فريقين هما الأفضل في القارة السمراء في نسخة أوفت بوعودها خلال المباريات السابقة. وأضاف: نحن مع الوداد كنا الأفضل بلغة الأرقام، ومثل ما حدث في مباراة الذهاب نتوقع مباراة كبيرة بكل المقاييس على ملعبنا. وأضاف: الفائز باللقب سيهنئ الخاسر لأن كلا الفريقين يستحق اللقب، وهذه هي حلاوة كرة القدم في مثل هذه المواجهات. وأكمل: خسرنا مباراة الذهاب ويفترض أن نعوض على ملعبنا ولا مجال هنا لأي ترشيحات. نحترم الوداد وهو من الأندية التي واجهتنا وخلفت مواجهتها أثرا طيبا بيننا، ونأمل أن نظفر بهذه الكأس بين أنصارنا. فيديو جديد على قناة أزفي سبور لأخبار كرة القدم. للتوصل بجديد الأخبار الرياضية اشترك وفعل زر الجرس ومباشرة إلى التفاصيل.